تخيل راسك في طيارة فجاج تهرس والموتور خسر وانت فوق أخطر الجبال. واش غادي تنجا؟ قصة حقيقية ديال رحلة الطيران سيشوان 8633. خليكم معايا باش تعرفوا شنو وقع. الفيلم كيبدا في واحد الرحلة طيارة من تشونغتشي للصين، اللي كان الكابتن ليون ومعاه المساعد ديالو كاي يتوقعوا يهبطوا بسلام من هنا لساعة. هما حاضين بزاف حيت الطيارة كطير في ارتفاع كبير يخلق اضطرابات جوية، وكل شيء كان هنا مزيان. حتى واحد شوية سمعوا الصوت ديال التيريس وشافوا الدجاج قدامهم. الدجاج تهرس واحد شوية والليون بقى هاني واتصل مع المراقبات الملاحة الجوية يخبرهم بالحالة الطارئة قبل ما الأوبيراتور يأكد شنو سمع. التهراس زاد كبر في أقل من ثانية والدجاج كله تهرس. هاد اللحظة الضغط ديال الهواء في الكابينة تزاد، وكاي والمساعد ديالو طار برا من الشرجم وليون كيحاول يشد فيه. المشهد كيتقطع فجأة لواحد الساعات. قبل هاد الأحداث ليون في الدوش كيحاول يحبس النفس ديالو على قد ما يقدر. يدير هاد التمرين كل نهار وقدر يبقى أكثر من 5 دقائق قبل ما يتنفس. واش هاد التمرين عنده شي هدف ولا مجرد لعبة ديال المتعة؟ اليوم عيد ميلاد بنت ليون، وعدها باش يرجع للدار النهار من بعد ما مشى الخدمة، والطاقم كيمشي للمطار. كلشي وصل بمزاج زوين وكيبداو التحضيرات ديال الرحلة. ليون غادي يطير مع واحد المساعد ديال الطيار جديد كاي كيتعرفوا حتى للطيار الثالث وانغ. كيديروا الفحص الطبي قبل ما يتلاقاو مع الباقي من الطاقم وكيتكلموا على الحالة الطقس. لمدة الرحلة في الوقت اللي المسافرين كيتسناو الموظفين المطار كيديروا آخر فحص ميكانيكي. مضيفات الطيران كيشوفوا الأضواء الطارئة، أقنعة الأكسجين وعدد الوجبات وغيرها قبل ما يقدموا التقارير لرئيسة المضيفات. بينهم في حوالي 15 دقيقة وشي كان واجد مسافرين طلعوا للطائرة. واحد المضيفة تعرضت للتنمر من طرف واحد المسافر اللي كان واقع. طلبات منه يطفي التليفون ديالو حيت كان مشهور في الانترنت وكيحس براسو فوق الباقي ديال الركاب. كانت كتمنى يموت من بعد. بينون ساعدت المسكينة المضيفة وتعاملت مع المسافر بطريقة احترافية. أخيرا الطيارة طارت بسلام وكلشي كيتسنى أنها غتكون رحلة مزيانة، ولكن ما عارفينش شنو جاي من بعد. في النص الأول ديال الرحلة الطيارة تعرضت لاضطرابات قوية. مراقبات الملاحة الجوية وقعوا هاد الشي حتى الطقس تبدل. ليون بكل بساطة اتصل معاهم وطلب الإذن باش يطلع في الارتفاع فين كاين الغيوم اللي غيأثروش عليهم، والركاب من جهتهم تم التهدئة ديالهم من طرف المضيفات اللي دايرين خدمتهم بكل كفاءة. من بعد واحد شوية الاضطراب سالا وكلشي تنفس. ليون وكاي بداو كيتكلموا على حياتهم الشخصية، واكتشفنا أن كاي كان في الجيش قبل ما يلتحق بشركة طيران تجارية. الحديث ديالهم توقف ملي سمعوا الصوت وشافوا الدجاج مهرس. شوية عرفوا أن هاد الشي ماشي مزيان، ولكن بقاو مهادمين واتصلوا بمراقبة الملاحة الجوية في البلاصة. المراقب كان غيقول ليهم يطيحوا لتحت، ولكن قبل ما يتواصلوا الدجاج تهرس كامل تيطير برا. وليوم بالزربة كيشد فيه ويحاول يحافظ عليه داخل الطيارة. الطيارين كيتصارعوا مع الرياح والضغط اللي كيزيد في الكابيني. في نفس الوقت المحرك الأيمن انفجر وتوقف على الخدمة ديالو حيث ما قدرش يتحمل الوزن الزائد ديال الطيارة. دابا حياة 119 مسافر و9 ديال أفراد الطاقم في ليون، حيت الباب ديال الكابين مسدود والركاب ديال الطاقم اللي برا ما حسوش بالضغط اللي تزاد في الكابين كيعيشوا اضطراب كبير، ولكن ما ظنوش ان الامر خطير حيت هادشي وقع من قبل. كلشي طلبوا منهم يبقاو لاصقين في الكراسي ويديروا حزام الامان. وانك وبينون حاولوا يتواصلوا مع الطيارين داخل الكابيني، ولكن ما جاهم حتى جواب. فهموا في الاخير ان هادشي ماشي اضطراب عادي داخل الكابيني. لا يقرب يطيح من الشرجم وليون كيجمع راسو يقرر ياخذ السيطرة على الطيارة قبل ما يحاول ينقذ المساعد ديالو. يجري لكريسيو وكيحاول يتواصل مع الأوبيراتور مرة أخرى، ولكن هاد المرة كان صعيب. الطيارة طايرة فوق الجبال وقريبة تصدم بشي جبل. شوية الطيارة دارت منعطف قوي على اليمين والركاب كلهم طاحوا على جنب واحد. هاد اللحظة الرعب بدا في الركاب وبداو يشدوا الحزام ديالهم مزيان، ومضيفات كيعاونوا الأطفال وكبار السن معرضين حياتهم للخطر باش يحميهم المسافرين. ليون كيبذل كل مجهود ديالو باش يسيطر على الطيارة، ولكن الاضطراب كيزيد وكيحاول يدير منعطف قوي باش يرجع كاي داخل الطيارة. الخطة نجحات ولكن تسبات بحال الباب ديال الكابيني، والضغط ديال الطيارة كامل تبدل حتى الطيارة تزاد بقوة. واحد المضيفة طاحت فوق السقف وهي كتعاون واحد المسافر بنفس الطريقة،
والركاب كيتزادوا لقدام، والأقنعة ديال الأكسجين طاحوا، والمضيفات باقين كيعاونوا الركاب باش يلبسوهم. من بعد ما الطيارة استقرت شوية، وانك تقدم للقدام وحاول يدخل الكابيني باش يعاون الطيارين. هذاك المسافر اللي كان واقع قبل شوية حاول يدفع وانك لقدام، اللي الأمر ولا متعلق بحياته. ليون وكاي كانوا قريبين يطيحوا من الوعي، ولكن وانك في الأخير دخل الكابيني حتى بداك الحالة الصعيبة، يحاول بكل جهد ديالو باش يبقى مسيطر على الطيارة. وكاي كنلبس ليهم الأقنعة الأكسجين اللي عاونتهم شوية، قدروا يدخلوا الأرقام الصحيحة باش ينزلوا الطيارة في الارتفاع المطلوب. في مكتب الملاحة الجوية الفوضى بدات ملي شافوا الطيارة كتهبط بزدربة، والتواصل مع الطيارين تقطع ملي كان مؤشر أن شي حاجة كبيرة وقعت. بلغوا المكاتب الأخرى باش يوجدوا المساعدة الطيارة في الهبوط الاضطراري. بزاف ديال الرحلات الأخرى تلغات في شرق آسيا بسبب هذا الشيء. فرقة الإنقاذ المطافئ والإسعاف كل الطاقم الطارئ مشاو المطارات القريبة يوجدوا الهبوط. مراقبة الملاحة الجوية بعثات 3 ديال الطيارات عسكرية باش يقلبوا على الطيارة ويحاولوا يتواصلوا مع ليون عبر الراديو. في نفس الوقت الناس اللي على الأرض كيديروا كل في جهدهم باش يلقاو الطيارة ويضمنوا سلامة الركاب والطاقم. ولكن في الأخير الطيارين هما اللي خاصهم ينقذوا كل شيء. الباب ديال الكابين تسد والوضع بدا يستقر في الطيارة، والركاب خايفين ولكن بقاو في بلاصتهم. كما طلبوا منهم المضيفات بينون جابت اللائحة ديال الطاقم وسولت على حالتهم، كل واحد كيبدا يجاوب على اسمه الى اخره. المضيفه اللي كانت تحت سقط حاولوا ينوضوها، وفاش كانوا غيستسلموا رفعت يديها باش تاكد انها مازال حيه. الطاقم تنفس وشافوها كتجمع راسها وكتجلس وفخورين بها على القوه ديالها. ولكن الموقف مازال صعيب طلب التركيز على الناس. ان الضغط في الطياره ضاع، وطلبت من الجميع يبقاو في بلاصتهم مع الحزام والاكسجين ديالهم. في نفس الوقت وانغ حيد القناع ديالو باش يغوت في الميكروفون ضد الرياح اللي داخلين من الدجاج المهرس. المجهودات ديالو ما ضاعتش، حيت الناس في الارض سمعوا الخبر. الكابينه اللي فقدت الضغط المراقب قال لهم انهم خاصهم يهبطوا الاقل من 3000 متر باش يلقاو الاكسجين، ولكن الجبال اللي تحت منهم عندها ارتفاع المتوسط ديالو 4500 متر. هادشي كيعني انهم خاصهم يعبروا الهضبه كامله بلا ما يضربوا في شي جبل باش يبقاو حيين بمحرك واحد صافي. والكابيني اللي ما فيهش الضغط تقريبا مستحيل يحققوا هذا الهدف الساعة اللي جاية. الأخبار على الطيارة بدات توصل للناس في الانترنت. العائلة والأصدقاء ديال الناس اللي في الطيارة بداو كيخافوا وكيسولوا على المعلومات اللي قدروا يلقاو. الطيارة كان خاصها تهبط دابا، والناس اللي جاو باش يجيبوا عائلتهم بداو كيلوموا الخدامة ديال المطار حيت ما عطاوهمش المعلومات. وفي نفس الوقت تزادت المشاكل ملي السحاب الكثيف حبس الطيارة من التقدم. السحاب ما كانش الحل، ولكن الطيران وسط العاصفة كان بحال انتحار. هاد اللحظة الركاب فقدوا السيطرة على أعصابهم وبداو كيتعصبوا. واحد الراجل اللي كان سكران ناض من الكرسي ديالو وكيدوي مع واحد الدري صغير اللي كان كيبكي باش يسكت. المضيفات طلبوا منه باش يتهدن، ولكن دفع واحد المضيفة بقوة وطلب يعرف شنو كاين. تضرب واحد العربة ديال الأكل في واحد المضيفة أخرى وجرحها. بينون جات حداه ودعاتو يوثق في الكابتن اللي هو الوحيد اللي يقدر ينقذهم في هذا الوقت. الركاب الاخرين انضموا ليها باش يخليو الراجل السكران يرجع لبلاصتو ويسكت. في نفس الوقت الكابيني وانغ كيحاول يحافظ على الدفاع عن الطيارين، حيت هما كيدوروا في الطياره بدوائر باش يتفاداو العاصفه اللي في الارض. مرات ليون كتوجد لعيد ميلاد بنتها وتصدمات ملي شافت الاخبار على الطياره، ولكن كانت متفائله ان راجلها غادي يرجع للطياره بسلام. وطمأنت بنتها ان ليون غادي يرجع قريب ويحتفلوا بعيد ميلادها. وفي نفس الوقت العقل ديال ليون بدا كيغيب وكيتخيل بنته وهي كتقطع في الحلوى ديال عيد الميلاد. الرؤيه ولات واضحه بزاف حيت كيبدا يفقد الوعي، وهنا التهديد الكبير كيعرض السلامه الطياره كامله للخطر. وانغ دخل ورا الكابتن وهزو باش يفيقوا. الا استمرت الحاله الكل في الطياره غادي يفقد الوعي، والطياره غادي تبقى طاير على اوتوماتيك داري البنزين ويتصدم. بعد ما داروا بزاف ديال الدوائر ليون اخيرا شاف حاجه كان كيتسناها، واحد الممر صغير في السحاب اللي يقدر يدوز منه. الناس في مركز المراقبه صفقوا على التفكير السريع ديالو وشافوا الطياره وهي داخله وسط السحاب كحل. الاضطراب زاد بزاف والحقائب بداو كيطيحوا من العلاب لفوق رؤوسهم. مركز المراقبه كانوا كيشوفوا الرحله بقلق. خرجت الطياره من الرادار
واحد شويه كلشي كان ساكت حيت ظنوا انها طاحت، ولكن الدعوات ديالهم خدامه، وبقينا الركاب مازالين عايشين وسط السحاب. والكابتن جا الرافعه بجد كبير باش يحرك الطياره لقدام. من بعد واحد شويه ديال السكات رجعت الحركه في القاعه ديال التحكم والطائره ورجعت الرادار، ولكن حتى من بعد ما خرجت من العاصفه كانت مايله بزاف وما قادش تستقر. السلامه 119 راكب كانت كدور في راس ليون مرة بعد مرات، وهذا الشيء خلاه ما يفقدش الوعي. واخيرا الطياره خرجت من السحاب والاضطراب سالا. بعد ما شافوا الموت قدامهم الركاب بداو كيعترفوا بالاسرار المظلمه ديالهم. واحد الراجل قال لمراته انه كان كيكذب عليها في خدمته، ولكن سمحت ليه ديك الساعه وقال لي حتى انه فيري، ولكن بقات حيره. الناس الاخرين بداو كيديروا في الفيديوهات الاخيره ديالهم باش يودعوا الحباب ديالهم. في المشهد التالي الطياره اخيرا وصلت للارتفاع اللي فيه الاكسجين كافي، والطيارين حيدوا الاقنعه باش يقدروا يشوفوا مزيان التواصل مع مركز المراقبه. رجعوا وقالوا ليهم فين يهبطوا. الرحلات الاخرى كلها توقفت في المطار وكل شيء كان مركز على الهبوط الاضطراري. طيار الركاب والطاقم بداو يستعدوا للهبوط برا، والمراسلين جهزوا باش يصوروا اللحظة ديال النزول التواني قبل ما تهبط. الركاب كانوا متشبتين بإرادة الحياة وبداو كيحفزوا في بعضياتهم باش يواجهوا الصدمة. الطيارة أخيرا قاست الأرض، ولكن بقات كتمشي جهة نهاية المدرج. كلشي كان خايف أنها تصدم، ولكن في اللحظة الأخيرة طيارين 3 سحبوا الرافعة وخلاو الطيارة توقف. من بعد ما سالت اللحظة ديال التوتر الناس في مركز التحكم بداو كينقزوا من الفرحة، ولكن الركاب كانوا متأثرين بزاف وبداو كيبكيو. ليون تكلم في الميكروفون واعتذر لكل شيء على الإزعاج. في الرد الركاب كلهم عطاوه لايك وكيعبروا على شكرهم حيت نقذ حياتهم. من بعد ما نزلوا الركاب كاملين واحد المسؤول من مكتب إدارة الطيران جاي يتحقق في العطب اللي وقع. تبين أن الكابيني ما كانش مضغوطة مزيان حيت الطيارة كانت قديمة. من بعد ما شاف الحالة ديالها قال المسؤول أن ليون كان طيار رائع وشكروا على الخدمة ديالو. وليون اتصل مع العائلة ديالو وقال لهم أنه غيجي قريب، ولكن قبل ما يكمل المكالمة سمع صداع برا واللي كانت الأصوات ديال الركاب كيشكروه. الكابتن ليون الطاقم القليل اللي بقى حي معاه والركاب بانحناءات باش يعبروا لهم على الامتنان ديالهم. الفيلم كيسالي حيت الركاب ديال رحلة سيشوان يتلاقاو مع عائلات ديالهم وصحابهم فرحانين على المؤسسة اللي وقعت لهم. واخيرا كيوريونا الصور ديال الطاقم الحقيقي اللي عاش هاد الحادثه في ماي 2018، وكيوريونا الصور الرحله سيتشوان الحقيقيه 8633 من بعد الحادثه.